السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد. والنهاردة هنعمل مع بعض العيش الشامي أو الخبز العربي اللي بيتعمل بالحليب. حاجة يعني في منتهى الجمال والطعامة. طعمه حلو قوي قوي وهيعجبكم. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا الحلوة دي هنعملها ازاي. أنا معايا كوبايتين من الدقيق اللي هم ربع كيلو دقيق. تقدروا تضاعفوا الكمية، وهكتب لكم مقادير في صندوق الوصف، النص كيلو والكيلو كمان. ده ربع كيلو من الدقيق زي ما قلت لكم، هم حوالي كوبايتين. حطيت عليهم معلقة صغيرة من السكر ومعلقة ونص صغيرة من الخميرة. يبقى لو انا عندي نص كيلو دقيق هحط 3 معالق من الصغيرة دي، يعني معلقة كبيرة اللي هم ما يعادل معلقة كبيرة من بتاعة الاكل. تمام. وهحط هنا نص معلقة من الملح. وبعدين هقلب كويس كل المواد الجافة مع بعضها. ومعايا نص كوباية من الحليب ونص كوباية من المية والدافية. طبعا المية دافية والحليب برضو دافي. انا هحط المية على الحليب اهو زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالكوباية برضو بالتدريج عشان ممكن ما تاخدش السوائل كلها. تقدري تضيفي اللبن الاول وبعدين تضيفي المية لو انتي مدفية الاتنين، بس انا عشان كانت المية هي اللي سخنة فبردتها شوية بالحليب. وهقلب كويس جدا بقى العجين بتاعي كده زي ما انتوا شايفين بالمعلقه كده لغايه لما المكونات كلها تتداخل، وبعدين هبدا اعجن بايدي. اهم حاجة عشان كل نوع دي بيختلف عن التاني. حطي السوائل بالتدريج، حتى لو انا قايله لك كوباية من السوائل اللي هم نص لبن ونص مية، برضو حطيها بالتدريج. طيب لو ما عندكيش حليب تقدري تحطي الكوباية كلها مية، تقدري تحطي كوباية مية ومعاها معلقة لبن بودرة، تقدري ما تحطيش اي حاجة خالص واعملي بمية بس، برضو مفيش اي مشكلة وهيطلع معاكي زي الفل. هو حلاوته في بساطته كده ومفيهوش اي مكونات صعبة. هنقعد بقى نعجن في العجين كويس جدا. هشيلها من الطبق وهعجنها بقى على الكاونتر بتاعك او على الرخامة او في طبق او في اي حاجة زي ما انتم شايفين كده، لغاية لما تبقى معاكي عجينة ناعمة وملساء، وفي نفس الوقت يكون فيها تلزيقة خفيفة خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. عجينة ناعمة خالص وملساء، دهنت وشها بالزيت وحطيتها في الطبق. وهسيبها بقى. بصوا حجم العجينة بالنسبة للطبق عشان تشوفوا لما تختمر بتبقى عاملة ازاي اهو. ساعة بالظبط في فرن. سخنت الفرن وطفيته وحطيتها فيه. ساعة بالظبط خمرت زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى صينية وارشها رشة من الدقيق، وهقطع العجينة بتاعتي دي ل11 كورة. هتعمل معايا 11 رغيف. 11 رغيف من اللي انتوا بتشتروه من الفرن الصغير بتاع السندوتشات بتاعت الفول والطعمية اللي بنشتريه من عند الراجل ده. آه الحجم طبعا انت تقدري تتحكمي فيه براحتك. لو عايزه الحجم اكبر شويه تقدري تعمليه اكبر شويه، عايزاه عيش كبير اعمليه براحتك مفيش مشكله. بس انا وريتك ان الربع كيلو دي، شوفي دلوقتي الدقيق لو ب 18 جنيه مثلا، يعني ربع كيلو ده ب 4 جنيه ونص، هيعمل لك 11 رغيف. هبدأ بقى اخد كل قطعة كده واعملها كور زي ما انتم شايفين كده، وهريحها برضو تاني نص ساعة. كل ما بنريح العجينة كل ما بتتفرد معاكي احسن واسهل وما بتكشش منك وهي بتتفرد. جبت الرخامة بتاعتي بقى واحط عليها مسحة من الزيت، واحط الكرة بتاعتي كده وافردها بايدي زي ما انتم شايفين كده. هو ابني بيساعدني يعني. فهفرد بقى بالنشابة بتاعتك او بالمردانة بتاعتك. بصي من جوه لبره من جوه لبره، بحيث ما ترققيش النص عشان يقب منك. لو رققتي الرغيف من النص مش هيقب منك ابدا. فدايما لما تيجي تفردي افردي من جوه لبره، خدي من جوه لبره. وهكذا زي ما انت شايفه كده. سمك العجينه مش رفيعه قوي زي ما انتم شايفين كده. هاخدها بقى وهنقلها على صينيه، حط عليها فوطه او ملايه قديمه بتستخدميها للخبز، اي حاجه تكون بتستخدميها للمطبخ. هحطها على الصينيه واحط عليها العيش بتاعي كله، مش هرش دقيق تاني ومش هرش اي حاجه، احطه على الفوطه بتاعتي. وهغطيه. منساش ان انا اغطي العجين اللي انا فردته، وهسيبه واريحه بقى نص ساعة تاني. كله بعد ما افرده كله ابدأ التسوية. زي ما انتوا شايفين التسوية، يا دوب الرغيف يشمع اقلبي على طول على الناحية التانية، وهكذا يسخن شوية اقلبي تاني على الناحية التانية، تبصي تلاقيه ما شاء الله نفخ معاكي وقب زي ما انت شايفة كده بالشكل الجميل ده. هخلص بقى تسوية كل الكمية زي ما انتم شايفين. تقدري الصينية تاخد 3 رغيفة، بس انا بوريكم واحد بواحد علشان خاطر تشوفوا هو بيقب وتشوفوا كل المراحل معايا زي ما انتم شايفين كده.
تقدري برضو زي ما احنا قلنا، لو مش عايزة تسوي على البوتاجاز، اهم حاجة وانتي بتسوي على البوتاجاز الطاسة بتاعتك تكون تقيلة، ما تكونش خفيفة عشان ما يلسعش منك، وفي نفس الوقت ياخد تسويته ما يكونش معجن من جوه. فالنار متوسطة والطاسة بتاعتك تكون تقيلة علشان خاطر تعرفي تسوي فيها. طب لو انت عاوزة تسوي في الفرن بتاع البوتاجاز عادي مفيش اي مشكلة، ولعي الفرن كويس واقلبي الصاج على ظهره وشغلي الشواية، واول ما الصاج يسخن هتحطي الرغيف، مفيش بالظبط ثواني هتبص تلاقيه قب ونفخ مع بعض. وممكن نبقى نعمل مع بعض نفس الوصفة ونسويها في الفرن واوريكم برضو الطريقة بتاعته. زي ما انتوا شايفين كده انا بكمل بقى كل باقي العيش اهو، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كله نفخ ولا واحده فيهم ما نفختش. ولو لا قدر الله وانتي بتعملي في واحده مثلا ما نفختش منك، اكيد يعني هيكون مثلا العجينه اتخرمت، هتشوفي الخرم بتاع العجينه ده فين، دوسي عليه بالمقصوصه بتاعتك كده علشان خاطر يتقفل لغايه لما ينفخ لك الناحيه التانية اهو. بصوا كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها. العيش في منتهى الطراوة والجمال وطعمه حلو ولذيذ قوي قوي، تاكليه جنب اي حاجة، تعمليه سندوتشات. الوصفة بجد حلوة وسهلة جدا. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم، جربوها ومتنسوش تكتبوا رأيكم في الكومنتات. ولو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي. سلام عليكم.